السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم مود سيارة ربع. درفة ندخل على برنامج أرشيف، نروح ملف الداونلود وراح نبحث. هذا هو خط استخراج. هنا نطلع، هذا هو الملف الأول، الصور. هذا الأول. الثاني اللي هو الملف، نضغط على التسمية، ننسخ الاسم. بعد ما ننسخ نطلع من البرنامج، نأتي إلى هذا البرنامج. بعد ما نأتي إلى هذا البرنامج ندخل عليه، نضغط اوبن، نروح اندرويد داتا، نروح على ملف اللعبة، فايلس TXED GTA 3. نضغط هذه اللي في الأول، نضغط بحث، نلصق الاسم، نضغط ضغطة مطولة الثانية ونرجع. الأولى ما تضغطها، إذا ضغطتها لازم تحذف البرنامج وتبدأ. نروح على ملف الداونلود، نروح على الملف، نضغط الثانية. ما أعرف وين يجي هذا عندكم اللي هو DFF، يعني تضغط اللي فيه DFF TX، وندخل هذا البرنامج TXD. نضغط الملف، نرجع، نروح ملف اندرويد داتا، نروح ملف اللعبة، فايلس TXDE GTA 3. نضغط هذا الصح اللي في الزاوية، نضغط اللي في تحت الكتابة، ننتظر لين يحمل، نضغط علامة الزائد، نضغط الثانية اللي هو الملف، نروح ملف الداونلود، نروح الملف، نضغط هذا الصح، نضغط اللي في تحت في الزاوية، نضغط الثانية اوكي، ننتظر لين يحمل. انا راح اقص الفيديو واجيلكم بعد التحميل. الآن راح ارجع لكم بعد شوي، خليكم مع المقطع. الآن عدنا لكم بعد التحميل، نضغط اوكي، نطلع من البرنامج وندخل اللعبة على طول. الحين نرجع لكم بعد ان دخلنا اللعبة. هذا هو الموتر كما تشوفونه، موتر شغال، بس في مشكلة عندي الجوال، ما اعرف كيف، لكن هو يشتغل على الجوال. انا جوالي في شيء لكن ما اعرف. جربت على جوال ثاني شغال الموتر. انا اختفي، هذه قائمة القش تختفي الاسام، لكن جوال ثاني جربته ما يختفي. الحين نجرب الالوان. هذا هو البيج اللي هو الرمادي مش الاصفر، رمادي. هذا هو لون البيج، وفي خط، علامة الخط. الحين نستعرض في الموتر. الحين نحط اللون هذا، هذا هو الخط. الحين بس ما يبين شوي. هذا هو الخط، بعد ما نزلنا هذا هو الخط. هذا هو الخط. الحين راح اقارن بين اول، راح اجيب الموتر القديم والموتر يعني قبل وبعد، بس راح ارفع شوي وراح اوريكم بعدها كيف كان قبل الآن نأتي الحين للمقارنة بين أول وبين بعد. هذا هو اللي قبل، هذا اللي بعد، وهذا اللي قبل. هذاك أيوه اللي مطنحه قدام، هذا اللي بعد، والمرفع من قدام هذا اللي قبل. الحين راح انزله هنا قدامكم. هذا اللي هو هذا الأحمر اللي هو قبل، شوف كيف كان بدون خطوط.
بدون ترفيع، مرفع على قدام، بدون داخلية مو واقعية نفس هذاك الموتر. راح ان شاء الله بنزل قريب منظار شخص اول، او الكاميرا اللي تجي من الرجال، تجي على وجه الرجال تشوف داخلية السيارة. هذا وتشوفون الموتر الحين من ورا من الجانب. هذا افضل بكثير لانه فيه خط، والتواير الجنوط التواير فيها هذه كتابة لاند كروزر، هتاك صافية التواير، والجنوط جنوط غير. وهذه فيه ورقة وكالة، وهتاك يمكن ما في، أنا ما أعتقد إنه ما في. هذا اللي الثاني هذا فحط، هذاك ما يفحط، ما يفجر. هذا أفضل للتفحيط والهجولة، هذاك ما يهجول. خليكم الحين مع المقطع. وإذا كان عندكم أي موتر أو ما ضبط خبروني بالتعليقات، وراح أشرح لكم من جديد إذا في أخطاء في الموتر أو في التركيب أو ما فهمت الشرح. راح أعيد الشرح أو راح أشوف الموتر حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.